ازيكم حبايب قلبي، يلا بقى نعمل كده حاجة كده منعشة للولاد وفيها ألوان كتير. هما بيحبوا الحاجات الملونة ديت. فصلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش تعملوا له لايك وكومنت كده حلو زيكم. أول حاجة هجيب أي جيلي الألوان بقى اللي انتوا بتحبوها، أحمر وأخضر وأصفر والألوان الحلوة ديت، وكمان الأطعمة اللي انتوا بتحبوها. هجيب بقى أي باكو جيلي، هحط عليه كوباية من مية دافية ومعلقة سكر، وكمان هقلبه لحد لما يدوب معانا، وهبتدي ان انا احط ربع كوبايه كمان من الميه الدافيه. تمام كده اهوت، واركنه على جنب وابتدي اعمل كل الاطعمه بتاعتي. فانا كانش عندي اللي هو بالتفاح الاخضر، فابتديت ان انا استثنيه، وهعمل بقى ايه، هجيب بقى باكو جيلي الاناناس، وهبتدي ان انا احط كده كوبايه ميه سخنه ومعلقه من السكر، وهبتدي ان انا اقلبه كويس جدا لحد لما يدوب معانا، وهبتدي ان انا احط ربع كوبايه من الميه الساقعة أو الفترة من الحنفية، وهجيب لون أخضر غذائي وأحطه. أنا ما لقيتش بصراحة اللون الأخضر موجود في السوق، فقلت طب شغلي دماغك، فشغلت دماغي بصراحة يعني. وهركنه على جنب واسيبه لحد لما يجمد معايا. هنا هو بقى جمد معايا، هجيب بقى اي كاسات او اي حاجه كده شكلها حلو للولاد. حطي السكر بتاعك اللي انتي بتحبيه، وحطيت حليب او لبن وقلبيه. ممكن تحطي معلقتين من كريم شانتيه او معلقتين من الايس كريم، بودره الايس كريم هتدي طعم كده حلو وكريمي. ما عندكيش اعملي زي انا حطيت كده، هو الحليب او اللبن والسكر ورشه من الفانيليا، وابتديت ان انا احط معايا التلج مكعبات كده عشان تديني يبقى ساقع معايا. وابتديت بقى ايه، احط في الازازه التانية التلج او الكاسه التانية التلج كده، وهقول لك هنعمل ايه. هاجيب بقى الجيلي بتاعي هقطعه، وهبتدي ان انا ايه احطه. تحطي بقى في رصات كده، مثلا الاخضر وفوق منه الاصفر وفوق منه الاحمر، فهيديكي كده الوان جميله كده جوه الكوبايات، سواء انت هتعملي بيه الحليب لو انت عيالك بيحبوا اللبن او الحليب، ولو ما بيحبوش بالمياه الغازيه، اي نوع مياه غازيه، او عصير تفاح، او عصير السيفن، او مثلا الفيروز، اي حاجه مياه غازيه ممكن تحطيها. تمام كده. وابتدي بقى ايه، حطي الحاجه فوق بعضها وقلبيه بقى. هتلاقي منظر جميل جدا. العيال بيحبوا اولا الحاجه ياكلوها بعينيهم، مش ببقهم بس، ان هم يشوفوا الحاجه كده الوان كده مطرقعه قدامهم، فهتعجبهم جدا جدا. هنا حطيت المياه الغازيه وحطيت التلج، وابتديت ان انا احط بقى ايه، قطع الجيلي كده بتديكي زي كريستالات كده هوت او احجار كده في الميه. وقلبيه بقى، هتشوفي بقى الوان بقى خطيره، يعني عايزه اقول لك خطيره خطيره يعني. يمكن الكاميرا ظلموها يعني. هتشربي عيالك حاجه منعشه، الجو حر فمحتاجين حاجه منعشه ومرطبه كده عليهم، وحاجه شكلها حلو. بصي الالوان جميله تحفه، يعني ما بتيجي تقلبيه كده بيديكي الوان كده جميله وتحفه. وهم الولاد بيحبوا اي حاجه ملونه. منهم هيشربوه وبعد كده هياكلوا، يعني يشربوا وياكلوا. لو وصلت لحد هنا بتتفرجي على الفيديو، اتمنى منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعه على صفحتي مطبخ ملك، واشتراك في قناتي مطبخ ملك على اليوتيوب، وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد.